بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يا جماعة هنعمل نوعين من الفراولة، ولا اجمل من كده بجد ولا اسهل من كده. بنجيبهم من بره غاليين جدا، وكمان ما بيبقوش بالجمال والحلاوة بتاعتنا دي. هنعمل ان شاء الله النهاردة مع بعض صوص الفراولة، وهنعمل مربى الفراولة. مربى الفراولة باستخداماتها الكتير، كانت سندوتشات وإن كانت حشوات، حاجات كتير جدا. احنا عن نفسنا بنحب الكيكات بالفراولة والشوكولاتة جدا. بصوا بقى يا جماعة الفراولة لونها عامل ازاي، جميلة جدا. بصوا احنا هنغسلها كويس، وبعد كده هنقطعها 4 ارباع، وبعد كده ان شاء الله اوريها لكم. بصوا بقى احنا هنا غسلناها، خلصنا اهو. بصوا غسلناها كويس وقطفنا النعناع وقطعناه. يعني لو عندك واحدة جامدة شوية شيليها للمربى. بصوا لو واحدة جامدة شوية شيليها للمربى، لكن المستوية نعملها للصوص عادي، لان كده كده هتتفرم، مش محتاجاها أوي. بصوا الفراولة دي لونها منتهى الجمال يا جماعة بجد. بصوا بقى الفراولة استخداماتها عندي كتير جدا. بنحطها مع الكريمة، بنحطها على الكيكات، بنحطها على كريمة التزيين. السويس رول لو هتعملي الزبادي ان شاء الله في رمضان، بتحط لها معلقة كده وبتبقى في منتهى الجمال. للأطفال اللي بيحبوا الزبادي بالفراولة، في الحشوات بتاعة البيتيفور، بالسابليه. بصوا كده جميلة جدا جدا. دي احنا كده هنقطعها للمربى. احنا مش هنقطع بتاعة الصوص خالص، لان هي كده كده هتتضرب. بصوا انا بنقي الجامدة واقطعها 4 ارباع علشان خاطر المربى. بصوا بجد يا جماعة موفرة جدا وجميلة جدا، احسن من اللي بره بكتير جدا. بصوا يعني حاجة كده بجد في منتهى الجمال، ونضيفة جدا كمان كان عن بره كمان. اهو بصوا الصغيرة الحمرا دي احنا نسيبها عشان نضربها، بس هي لونها بصوا يا جماعة قلبها من جوه سبحان الله نبيتي. جميلة جدا جدا الفراولة دي ما شاء الله. دي احنا مش هنعمل فيها اي حاجة عشان كده هتتضرب. احنا بس كل اللي هنعمله هنقطع التانية اللي هي بتاعة المربى، عشان دي مش هتتضرب، دي هتبقى قطعة زي ما هي بس. بصوا بقى هنا احنا هنا قطعنا اهو، بعد ما غسلنا كويس طبعا وقطعنا العناء، رحنا عاملين ايه، قطعناها 4 ارباع. هنا يا جماعة هنحط كيلو الا ربع سكر. اللي عايز يحليها قوي مش هيحطها في حشوات، يعني دي حرية. بس احنا عشان خاطر يعني احنا بنستخدم في حاجات تانية مسكرة ما تبقاش مسكرة جدا. ده كيلو الا ربع سكر. بصوا بقى نقلب كويس اهو. بلاش معلقة علشان ما تهرش الفراولة. نحطها كده وهنحطها في التلاجة لحد الصبح. بصوا اهي، نغطيها كويس ونحطها في التلاجة لحد الصبح، مش هنعملها في وقتها ابدا. كده بقى هنعمل ايه؟ ادي هي الحله، ما نحطش في حله ستانلس ابدا يا جماعه الفراوله، نحطها في حله ألمونيا ويكون تقيله. دي هنحط عشان الصوص، وهنحط عليها نص كيلو سكر بس، مش هنحط عليها سكر كتير، هي هتتقل. هنحط عليها نص كيلو سكر، ده كيلو ونص وده كيلو ونص. هنحط عليها نص كيلو سكر بس اهو. هنعلق بقى عليها ونهدي اهو. هنضربها ما تتعبوش نفسكم في التقطيع، هي كده كده هتتضرب عادي اهي. كده كانت غليت وقشطنا الريم، هنعصر عليها نص ليمونه واحده بس. بصوا هي هنا يا جماعه مش باين لها لون خالص. بصوا والميه بتاعتها تحس ان هي فيها ميه، ما زودناش ولا نقطه ميه. احنا حطينا على الهادي عشان تديك القوام التقيل ده. حطيها على الهادي ووطي خالص، هتقعد معاكي يجي ساعه عقبال ما توصل للنتيجه اللي انت شايفاها دي. بصوا انا بصور بايدي يا جماعه، معلش اعذروني، وماسكه بالايد التانية.
بصوا كده هنعمل احنا ايه بقى. بصوا شوفي اكن فيها ميه، ما حطيناهاش ولا نقطه ميه. بس هنعمل ايه، هنضرب بقى بيها بالهاند بلندر، هنضرب جامد جدا، ما تخليش فيها حتت خالص، عشان كده كده هتصفي. بصوا بقى هي اول ما هتتضرب، بصي قوامها هيتغير ولونها كمان هيتغير. بصوا كل ما تلاقوا ريم يا جماعه شيلوه، ما تخلوش ريم خالص اهو. بصوا اللون اتغير بقى عامل ازاي، سبحان الله. ازازه صغيره كده زي بتاعه الكاتشب يا جماعه، كانت بتتباع بره في السوبر ماركت، مش عارفه بحاجه و60 او بحاجه و40، يعني كانت مبلغ كده يعني، ولا عملت حاجه خالص. اللي احنا عملناه ده كان اجمل منه بكتير. بصوا بقى هنضرب، هنضرب مش هنخلي فيها حتت خالص. بصوا اضربه كويس جدا جدا جدا. بصوا تقيل ازاي والقوام تقيل ازاي اهو. بصوا يا جماعه احنا لو جبنا لون طبيعي علشان نطلعه باللون ده، سبحان الله العظيم وله الحمد والمنه. بصوا يعني والله لا لون ولا اي حاجه، هي معموله خطوه خطوه قدامكم. يعني اللون سبحان الله لون طبيعي فعلا، ما شاء الله. الفراوله دي كانت ممتازه بصراحه. هنا بقى احنا هنعمل ايه، هنصفيها. بصوا هنا انا كنت قاعده بصفي فيها، المصفى صغننه جدا. بصوا اللي عنده مصفى كبيره شويه إيه تمام، بس المهم لازم تبقى ضيقه. انا عندي مصافي تانية بس واسعه، لازم المصفى تبقى ضيقه. بصوا كده يا جماعه، الخط بدل وصل كده يبقى هي عايز حط على النار تاني، عايز يسبك تاني. اول ما تحطيها في طبق وتعملي بمعلقه كده، تعملي زي الفرق ما بينهم. الفرق ده لو لضم تاني يبقى مش ما استوتش، ما لضمش خلاص وفضل القوام زي ما هو، يبقى كده خلاص هي استوت كده وبقت زي الفل. بصوا بقى يا جماعه احنا هنا صفينا، خلاص صفينا اهو. ادي بقى ايه المربى اهي، دي باتت كده من امبارح. بصوا بقى جمالها. هنعمل ايه، هنعلق عليها وهنهدي خالص يا جماعه، مش هنحط حاجه عليها خالص، هنعملها على الهادي. بصوا كده جمالها، بصوا جميلة ازاي، بصوا اللون وجماله ما شاء الله لا قوة الا بالله. بالله عليكم يا جماعة جربوا الوصفة دي، وبالله عليكم تدعولي تدعولي بجد، لان هي فعلا جميلة وهتوفر عليكم كتير جدا. بصوا جمالها. عايزة اقول لكم بجد روعة. وادي الصوص اهو اتسبك وبقى في منتهى الجمال اهو. ما تنسوش يا جماعة بقى بنصالح دعائكم. بالله عليكم والله الوصفة دي بجد هتنفعكم كتير جدا في رمضان، هتحسوا ان شاء الله ان هي يعني نفعتكم ووفرت عليكم حاجات كتير.
بصوا القوام بقى ممتاز، ده بقى للي بيعمل تورتات وصوصات وحاجات من دي، يعني دي هتنفعه جدا جدا. بصوا بقى جمالها، بصوا اللون، ايه الجمال ده، بصوا ما شاء الله ما شاء الله، روعة روعة بجد. على فكرة اللون عاملها اتقل، لكن هي والله يا جماعة لونها جميل جدا. بصوا اللون، انا بحاول اوريه لكم في المعلقة، جميل لا روعة. بصوا حاجة كده ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا ريتكم معايا والله وتدوقوها وتشوفوها، وهتمسك كمان. بصوا هي كده سخنة كمان، يعني هي كده سخنة اهي يا جماعة. بالله عليكم يا جماعة لو شفتوها وعجبتكم وجربتوا الوصفة دي، ما تنسونيش يا جماعة من صالح دعائكم. بصوا طلعت كيلو ونص، طلع كمية جميلة جدا. طلع البطرمان ده، وطلع دي، وطلع دي كمان، وكمان في بطرمان زيه كمان اهو. والصوص برضو بس طلع كمية اقل شوية، عشان احنا صفيناه وضربناه كويس جدا وسبكناه اهو. بصوا بحاول اوريهولكوا على الطبق لانه هو تقيل، بس جميل جدا ما شاء الله اهو يا جماعة. ويا رب يا رب تكون عجبتكم، ويا رب تجربوا